ربنا يستر على أهلنا في قطاع غزة. الحقيقة إن الساعات الأخيرة شهدت تطورات في منتهى الخطورة، وده اللي حذرنا منه، إن من الممكن أن تعود الحرب مرة أخرى. الساعات الأخيرة شهدت ولأول مرة خرق الاتفاق الهدنة اللي تقريبا ما كانتش هدنة، كانت الهدنة الهشة كما سميتها أو أطلقت عليها منذ البداية. الاحتلال الصهيوني اللي بيتلكك على أي حاجة في أي حاجة. النهاردة أو أمس تحديدا في اشتباكات جبارة دامية من منذ بداية اليوم، فجر يوم الأحد حتى نهاية اليوم. مجموعة ياسر أبو شباب المجرم الكبير واللي تسبب في كل هذا الأمر، بعدما تم وقف إطلاق النار، حركة حكومة غزة، خلينا نقول حكومة غزة، أطلقت حملة أمنية موسعة لاصطياد الجواسيس والعملاء. ويعني أمس تم معرفة مكان اختباء ياسر أبو شباب في رفح، وبالتالي الأجهزة الأمنية والمقاومة بدأت في يعني مهاجمة هذه الأوقار ليتم القبض على العميل المجرم ياسر أبو شباب، واللي بيمثل الاحتلال في جنوب القطاع في رفح تحديدا. وفجأة وبدون مقدمات في آلية هندسية تابعة للصهاينة تم تخلص منها، أو ما بقتش موجودة. الرجالة عملوا الواجب. المهم احنا ما نعرفش مين اللي عمل الواجب، يعني لأن تقريبا كده في كلام طالع إن اللي عملها ممكن يكون مجموعة ياسر أبو شباب، لأن المقاومة لا يمكن تكون عملت كده، وهذا طبقا لبيان المقاومة. من الممكن أن يكون الصهاينة عملوها يعني كذريعة لعودة الحرب. بعدها في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط تم إطلاق حملة من القصف وخرق الهدنة من قبل الصهاينة. يعني ما إن انتهى هذا الأمر إلا والصهاينة قاموا بخرق الهدنة والقصف في كل شيء وفي كل الأماكن في القطاع. ودلوقتي في تعليمات وفي يعني كلام من الصهاينة بقيادة وزير الدفاع الصهيوني المجرم إسرائيل كاتس أن يتم إخلاء مناطق حتى في داخل الخط الأصفر اللي حددوه، خط أصفر وأزرق وخط بني، وفي الآخر بيتم خرق الهدنة. إسرائيل لا عهد لها ولا وعد. وللأسف الشديد هذا الترامب اللي كان مفيش من كام يوم بعد الهدنة يقول لك احنا مدين الضوء الأخضر عادي يخلصوا الأمن حكومة غزة، يعني يتخلص من هذه العصابات المجرمة اللي بتعيث في غزة فساد، يعمل اللي هو عايزه. مفيش امبارح الكلام ده يقول لك لا ما ينفعش، ده هم كده احنا جات لنا تعليمات ان هم ممكن يعملوا هجمة على يعني أهلنا في فلسطين. يعني حكومة غزة هتعمل هجمة على الفلسطينيين، مع ان كل العشائر الفلسطينية يعني بتتنصل من هذه العصابات المجرمة، ياسر ابو شباب وحسام الاسطل وجميع المجرمين الموجودين واللي هم بيمثلوا الاحتلال. وللاسف الاحتلال سابهم او دافع عنهم. وبالمناسبة الاحتلال قام بقصف الأمن حكومة غزة اللي يعني كانت بتتوجه لأماكن اختباء ياسر أبو شباب للقبض عليه. كل ده كان لحماية العملاء، وهذا ليس حبا في العملاء، ولكن هي دي الذريعة اللي هيرجعوا بيها الحرب، لأن الاتفاقية هشة. ومش هقول لك وارد، لا هو يعني احنا بنتكلم ان الحرب راجعة، هي الحكاية بس مسألة وقت، او الساعة كام هترجع الحرب، ولكن لا حل. خد دي كمان، خد التفصيل دي على جنب. حكومة الاحتلال يعني والكنيست، الكلام ده ما فيش من يومين غير اسم الحرب من السيوف الحديدية لحرب يوم القيامة. احنا بنتكلم هنا على دين يا جماعة، الناس بتتكلم هنا دين. فأنا مش قادر أفهم إحنا هننتظر لحد إمتى؟ هل هننتظر لحد ما يتم يعني تدمير غزة بالكامل، وبعدها تستطيع إسرائيل المزعومة أن تحقق ما تريد من إسرائيل الكبرى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ وسؤال، الهدنة اللي اتعملت وكانت في شرم الشيخ إيه مصيرها؟ والوسطاء مصر وقطر وتركيا وأمريكا نفسها المجرمة، هيكون ايه الحل ويكون إيه النتيجة؟ ربنا يستر علينا في قطاع غزة. ده كل اللي حصل في الساعات اللي فاتت. وما نقدرش نقول ان تم خرق الهدنة لان ما كانش فيه هدنة. اسرائيل رجعت تقصف تاني وبتطلب الناس بالاخلاء. طب ما هو ده الحرب، ما كده الحرب رجعت تاني. ربنا يستر علينا في قطاع غزة. 13 شهيد بالامس، يعني رجعنا تاني لنقطة الصفر. كان الله في عون اهلنا في غزة بعد ان خذلهم الجميع، ولا حول ولا قوة الا بالله.